ها نحن إخواني وأخواتي الكرام في آخر ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن هذه الليلة العظيمة التي نحن فيها، هذه الليلة الوترية، هذه الليلة ليلة 29 من شهر رمضان المبارك، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تكون ليلة القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروها في 5 يعني 25، وتحروها في 7، وتحروها في 9 أي 29 هذه الليلة العظيمة. أحبابي الكرام، الله جل وعلا كما نعلم كل يوم في شهر رمضان المبارك له عتقاء من النار، كل يوم من ليلة 1 رمضان إلى آخر ليلة له تبارك وتعالى عتقاء من النار. ملايين من المسلمين كل يوم يعتقون من النار بأمر الله جل وعلا. ولكن الفضل العظيم في هذه الليلة، وهي ليلة 29، وبإذن الله تعالى غدا هيئة الرؤيا ستبين ذلك، وقد تكون ليلة الغد ليلة 30. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت آخر ليلة من ليالي رمضان، يعني يا هذه الليلة أو بكرة، إذا كانت آخر ليلة من ليالي رمضان أعتق الله جل وعلا من النار بقدر ما أعتق طوال شهر رمضان. يعني يا أخواني يا أخواتي، ما زال هناك وقت. البعض منا لم يتغير، البعض منا لم يختم القرآن، البعض منا منشغل في ملذات الدنيا وهو في شهر رمضان. نقول ما زال هناك وقت. الله جل وعلا سيعتق في آخر ليلة من ليالي هذا الشهر بقدر ما أعتق طوال شهر رمضان كله، 29 ليلة التي مضت. وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء جل وعلا. فحري المسلم أنه يقتنص هذه الفرص، ولا بد أن يتغير المسلم في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من يا رسول الله؟ رغم أنفه يعني دس في التراب من شدة الذل والمهانة. رغم أنفه. من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان وانسلخ منه، يعني خرج رمضان ولم يغفر له. يا لها من ندامة. تذكرون أنا لي محاضرة في هذا المسجد كانت ليلة 1 رمضان، إلى الآن ما صمنا رمضان. تكلمت على هذا المكتب وقلت راح أذكركم في آخر ليلة، ونحن نعم الآن في آخر الليالي العظيمة من هذا الشهر المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير في رمضان، كان أجود ما يكون طوال العام، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان المبارك. وإذا دخلت العشر هذه الليالي كان يتغير تغيرا آخر، شد مئزره، أحيا ليله، واعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم. وصيتي أحبابي الكرام قبل أن نختم هذا الشهر المبارك أن نختمه بالتوبة والعفو. وهذا أمر الله جل وعلا لنا. حنا ترى أصحاب ذنوب، مهما كان الإنسان إمام أو شيخ أو حافظ أو أي من الناس، فنحن أصحاب معاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب جل وعلا: لو لم تذنبون، أنتم يا مسلمين، لو لم تذنبون لاستبدلكم الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تصفي هذا القلب، وخاصة نحن مع العيد، ويوم العيد كما هو معلوم يوم الفرح والسرور ويوم العفو والصفح. كما تحب أن الله يريد أن يتوب عليك، قدم لله جل وعلا. البعض يقول أنا مصلي ومسمي، ما يحتاج أن يتوب، أنا كل يوم أصلي في المسجد.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية في المجلس الواحد 70 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المطلوب منا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فلا بد أن نختم هذا الشهر بالتوبة. ثم هذه الحياة وهذه الدنيا فيها من المنقصات، وفيها من المشاكل، وفيها من الشحناء، وفيها من البغضاء، وفيها من سوء الفهم بينك أنت وزوجتك، أنت وصديقك، أنت وزميلك، بل قد يكون بينك أنت ومن في نفس المسجد وأنت تصلي أنت وياه. هذه تحصل، وهذه سنة الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان ليجري مجرى الدم في ابن آدم. الشيطان موجود، والشيطان رضي بالتحريش بينكم. الشيطان لما يشوف اثنين مع بعض متآلفين متحابين، زوجين صديقين مسلمين في مسجد واحد، يريد أن يفرق بينهم، يجري مجرى الدم. وأنا قد سبق وقلت هذه القصة لبعض الأحباب في المسجد، أن أحد الأخوة لم يسلم على أبيه 14 سنة. هذه أنا واقف على هذه القصة. فأحبابي الكرام، هذه المشاكل تحصل كما ذكرنا، ولكن الذي لا بد أنه ما يحصل أن نستمر بهذا الخطأ. ونحن في ختام هذا الشهر ويوم العيد ويوم الفرح، افتح صفحة جديدة مع الله جل وعلا ثم مع الناس. لابد أن تطلب المسامحة والعفو. وبالمناسبة أن الذين يعفون، الله تعالى قال في كتابه: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: فمن عفا، أخطأ عليك، تكلم عليك، فمن عفا وأصلح، ها يا إخواني، فأجره على الله. نفس الصيام، الله تعالى يقول: فإنه لي وأنا أجزي به. أجر عظيم مفتوح. الصيام والعفو كذلك، فلا بد أن نعفو. وترى قضية العفو مهمة يا إخواني. قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. يمر عليه رمضان ما يبي يسلم على أخوه، ما يسلم على زميله في الدوام، ما يسلم على أخته اللي أكبر منه، ما يسلم على أخوه، ما يسلم على أبوه. رمضان ورمضان وعيد ورا العيد، هذه مشكلة. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. من ينال هذه الخيرية؟ قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أذلة على المسلمين. أذلة، أنت تذل نفسك مو عشان فلان ولا فلانة، ولا من أجل الله جل وعلا. أنت تطلب المسامحة إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبابي، هذا الموضوع مهم، ونحن مع قرب العيد فرصة. لا تقول غلط علي، ما سلم علي، ما جانا. ولهذا في صلة الرحم قال: ليس الواصل بالمكافئ، جاني أجيه، زارني أزوره، والله أختي فلان أخوي فلان. قال: وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. العيد فرصة لإعادة هذه الأواصر وهذه المحبة. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الأمر عظيم. قال: من هجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، واسمعوا إخواني أخواتي، بالذات الأخوات التي عندها الأنفة وعندها الكبر، لا فلانة ما سلمت علي ذاك اليوم. بل أعرف قصص من بعض الأخوات أن فلانة ما حضرت القرقيعان، والله ما سلم عليها على قرقيعان، ما حضرت حفلة القرقيعان، مع بالغ الأسف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. تخيلوا يا إخواني، أمر عظيم، لابد أن نتكلم في هذه المواضيع. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذه الشحناء. عملك صلاتك تجي هني تصلي وتقيم الليل وتدعو وعملك مردود، يا الله عملك مردود غير مقبول. قال: انظروا هذين. لما تعرض الأعمال على الله جل وعلا، انظروا هذين. أنت يا أبو فلان مع أبو فلان متهاوشين، يا أم فلان مع أبو فلان ولا أم فلان متهاوشين، ما يقبل لك عمل. يقول الملك: انظروا هذين. هالاثنين هذول المتهاوشين هذول، كل واحد يبي ينتصر لنفسه وينتصر لغضبه. انظروا هذين حتى يصطلحا حتى يصطلحا حتى يصطلحا. ما لكم شيء عند الله جل وعلا عندما تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. نعم النفس مجبولة إن فلان غلط علي وفلان أساء لي، ولكن متى تتنازل من أجل الله جل وعلا؟ متى تخفض جناحك للمسلمين؟
فلا بد للمسلم أن يختم هذا الشهر بالتوبة والإنابة وبالعفو والصفح. كلنا نريد أن الله جل وعلا يصفح عنا، ترى عندنا ذنوب وعندنا معاصي، يوم القيامة تقف عند الله جل وعلا. ولهذا الذي يعفو عن الناس يعفو عنهم. كان يداين الناس، يعطيهم دين فيقول للعمال اللي عنده، يقول اذهبوا إلى أهل الدين، روحوا للي أنا معطيهم فلوس، شوفوهم اللي عنده فلوس وعنده خير قولوا له بعدين عطني الفلوس، بعدين حتى لو عنده خير وعنده فلوس لا يعطينا، يأخرها السنة الجاية. واللي ما عنده فلوس قولوا له تراني سامحتك، ما نبي منك فلوس. فيأتي يوم القيامة عند الله جل وعلا يقول يا عبدي أنا أحق منك، لما تعفو عن الناس أنا أحق منك، أدخلوه الجنة. فلذلك لابد أن نعفو عن الناس حتى يوم القيامة لما نرى الله جل وعلا يعفو عنا، وهذا هو المطلب الحقيقي. أختم بالتذكير أحبابي الكرام بأداء زكاة الفطر، وهي تكون قبل صلاة العيد. لابد على المسلم أن يؤدي زكاة الفطر عن كل من في بيته من الخدم والسائق، وكذلك على فتوى هيئة كبار العلماء المرأة الحامل أيضا يخرج عما في بطنها في زكاة الفطر، ويجوز إخراجها اليوم ويجوز إخراجها غدا وقبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. فيخرجها الإنسان راضيا أو راضية بها نفسه، وطعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.